السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي، كنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير، وتحية كبيرة مع أخوكم مورس الناري لكل المتتبعين الأوفياء سواء كنتم داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. اليوم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، وماذا حصل في هذا اليوم؟ إذن كيف ما شفتوا على المينياتور، اليوم الأربعاء، اليوم كان تحفة قال بأنه غادي يمشي لصفرو باش يقدم شكاية بالمناضل والمناضلة على إثر الكلام اللي كانوا خرجوا به تجاه الزوجة ديال تحفة. ملي كان خرج المناضل يعني في مباشر كنظن واقيلا مع وحدة الليل ولا جوج الليل، كان كيتكلم وتيوجه الكلام لمن للزوجة المحترمة ديال تحفة، وتيقول لها ودي اجي عندي، وإلا مشيتي جيتي عندي راه انا غادي نشبعك وغادي تعرفي الرجال كي دايرين، وغادي تقطعي الباسبور وما غاديش ترجعي مع راجلك، واجي نفعل فيك وندير فيك هادشي كامل كان تقال على المباشر إخواني أخواتي. وهذا المباشر هذا هو اللي خلى تحفة أنه باش يطلع له الدم، وباش فعلا أنه يتوجه إلى مدينة صفرو باش يقدم شكاية بهذا المدعو الحقوقي وزوجته الحقوقية. صراحة يعني احنا كنعرفوا بأن الزوجة ديال تحفة ما كاينش معنا في السوشيال ميديا. عمركم سمعتوا على الزوجة ديال تحفة دايره شي فيديو، او عندها قناة، او عندها صفحة، او عندها شي حاجة؟ ابدا، ما عمرنا شفناها وما عمرنا كنعرفوا الشكل ديالها ولا حتى سمعنا الصوت ديالها. ولكن في جميع الصراعات اللي دوزها تحفة مع كاع الاعداء سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، الاعداء ديالو، وتقول شي واحد تجرأ انه يوجه الكلام لزوجة تحفة بهذه الطريقة اللي هو وجهها لها هذا الحقوقي هذا. ما كاينش شي واحد اللي قال لي اجي عندي وتلاقاي معايا وندير لك ونفعل لك ونترك لك، ولكن هذا تعدى كل الخطوط الحمراء. فكان من الضروري ان تحفة، راه كنعرفوا على الانسان راه شرف مرته راه هي كلشي، ودائما تنقول لكم سطروا لنا على ان الزوجة ديال تحفة لا علاقة لها بالسوشيال ميديا ولا علاقة لها فيما يقوم به تحفة. اذا ما يمكنش واحد المرأة مغربية من الجالية المغربية كتربي واحد 5 ديال الوليدات محترمه، ربت بيت، ما عندهاش شي حاجه اللي كنسمعوا ليها حنايا في السوشيال ميديا ولا في اي صفحه من الصفحات، ويبقى يخرج بنادم ويبقى يوجه لي هذه الكلام بواحد الطريقه اللي هي طريقه تخدش الحياء، طريقه اللي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها طريقه ديال ولاد السوق، انك تخرج وتبقى تقول للناس انا كنوجه الكلام ديالي لهذيك زوجة تحفة، دير حددي معي المكان والزمان ونوريك انايا كيفاش راه انا راجل. هذا كلام راه خطير جدا. اذا اليوم تحفة كيف ما وعد كيوفي بالوعد ديالو تجاه الزوجة ديالو. بطبيعة الحال تحفة يدافع عن شرف زوجته وعن كرامة زوجته، فعلا توجه الى مدينة صفرو مصحوبا بالاستاذ الكبير المحامي سي زهراش، وفعلا اليوم وضعوا الشكاية. من طبيعة الحال في المستقبل غادي نعرفوا ما ستؤول إليه هذه الشكاية. صراحة هاد الناس هادو ماشي غير هاد الشكاية ديال تحفة ديال فيما يخص الكرامة ديال الزوجة ديالو، ولكن كاين هناك شكاية من واحد المجموعة ديال النساء اللي هم من الجالية المغربية اللي توما قدموا شكاية بهذا المدعو المناضل والمناضلة على إثر ممارسة عليهم السعاية الإلكترونية. كانوا يبتزون الناس في الخاص، كانوا تعيطوا لهم سواء كمكالمات أو كأوديوات أو كمساجات كرسائل قصيرة، كانوا كيمارسوا لهم السعاية. حق خالتي انا راه غادي نصيب واحد الكلوه، صيفط لي واحد 2000 درهم، عافاك خالتي رانا راجلي ما بقاش ما عنده باش يكمل هذا الشهر، صيفط لي 2000 درهم. وهكذا كانوا كيمارسوا هذا الشيء هذا على واحد مجموعه ديال الناس. هذوك المجموعه ديال الناس اثر التواصل ديالهم مع تحفه اكتشفوا بان الاخرى قالت لي رانا عيط ليا، الاخرى قالت لي انا رانا عيط ليا، الاخرى قالت لي رانا صيفطات ليا مراته، الاخرى قالت لي بل وصلت بهم يعني الدناءه لحد انهم يبقاو يتاجروا باش ولات المراه كتاجر بالعضو التناسلي ديال زوجها.
ولات كتعيط للناس كتقول لهم راجلي ما بقاش كينوض على اثر ذلك الحادث اللي وقع ليه، وما بقاش يعني النفسانيه ديالو طايحه، وخصو يدير عمليات، وخصو يدير، وخصو يفعل، وخصو كذا وخصو كذا. واحد المجموعه صراحه من الاعمال الخسيسه، أعمال لا يمكن أنها تقوم بها واحد الأسرة مغربية اللي هي كتكون من أب وزوجة وجوج ديال الأطفال. جوج ديال الاطفال، يعني ما رفدوش الهم لا لهاد وليداتهم كيفاش ان غادي يكون الوقع ديال هذا الخبر على حياتهم، سواء الدراسيه سواء المستقبليه. هما كيسمعوا الاب ولا الام ديالهم تيسعوا للناس عين باين، في حين على ان الاب كنعرفوا بانه يعني كيمتهن واحد المهنه اللي الناس من خلال ديك المهنه هذيك راه عايشين لاباس عليهم من المزيان. ومع ذلك هو سمح في ديك المهنه هذيك كاع في مره، وفضل على انه يخرج ويبقى يسعى الناس. السعايه قال لك حق بان السعايه كتجيب الفلوس هكاك باردا ساهلا ماهلا، وماشي غير هو وانما حتى الزوجه ديالو حتى هي تحت غطاء وتحت ذريعه اننا حقوقيين. يعني بحال اللي تقول مثال، اي واحد مثال قال انا حقوقي يعني انه كيخرج كيسعى الناس، صيفطوا لي انا حقوقي، ما كنخدم ما كنردم. ولكن ما دورك انت كحقوق؟ حنا كنا كنعرفوا بان الحقوقيين كيدافعوا على حقوق الناس، انتم كتدافعوا على حقوق جيبكم، حقوق جيبكم. لدرجه انه في واحد الوقيته كنتو كدابزوا مع شي ناس انهم كتقولوا بانهم ضربوا لكم في شرفكم، اليوم كنشوفوكم كتدافعوا عليهم. شنو السبب اللي خلاكم انكم تخليتوا على شرفكم ووليتوا كتدافعوا على هاد الناس؟ واكثر من ذلك حنا كنشوفوا دابا حاليا هذا المدعو السروالي الهارب من العداله اللي اتضح على انه يعني شريك مع واحد الخائن اللي تيقولوا له خائن جيراندو. الان حاليا كنشوفهم حتى هما كيدافعوا عليه وتيقول لك حقا كلنا السروالي وكل التضامن مع السروالي. اذا اخواني اخواتي، كاينه شكايه دايره تحفه على اثر الزوجه ديالو، كاين هناك شكايه بتهمته على انه مجرم خطير، وكاين شكايه دايرينها تقريبا يعني مسلسل جوج ما بين ثلاثه ديال النساء مغربيات يقيمن في الخارج اللي هما واضعين شكايات ديالهم بحكم انهم كانوا كيتعرضوا ل بحال اللي نقولوا مثال انهم مثال كانوا تيبتزوهم بواحد الطريقه بحجه اننا مثال ما عندناش واننا مرض واننا يعني نوع من كيقولوا هذيك السعاير الالكترونيه. والسعاير الالكترونيه فهي جريمه يعاقب عليها القانون، انك باش تبقى تخرج لعند الناس وتسعاهم في الخاص وتبقى مثال يعني انك تبتزهم بالطريقه ديال انا مريض، انا اعاني من الكلوه، انا اعاني من الكبده، انا اعاني من المراره، انا اعاني من المعده، وهي ما كاين لا معاناه لا والو، فقط ناس يعني مثال كينصبوا على واحد المجموعه ديال النساء اللي مساكن بحكم الوجود ديالهم في الغربه، فهم تيكونوا تيتعاطفوا مع ولاد بلادهم في المغرب، ولكن كيتضح على ان هاد الناس هادو يعني لا يستحقون العاطفه من الاخر. هاد الناس انما هو واحد الكوبل ديال السعايه، كوبل اللي ما عنده لا مبدا ولا كرامه ولا اخلاق ولا شرف، يعني انهم كيسعوا هكاك بطيطاي ما كيعيروا الاهتمام لا للكرامه ديال وليداتهم، على انهم لصقوا الخبار، سمعوا داك الشيء مع الاصدقاء ديالهم بان الاباء ولا الام ديالكم تتسعى. يعني هاد الناس هادو صراحه يعني خص يعني مثل التوقيف ديالهم، لانهم ماشي يظلموا غير راسهم، وانما ظلموا يعني وليداتهم معهم، ظلموا واحد وليداتهم معهم انهم عرضوهم للمهانه وعرضوهم لواحد تكون شي يعني مثل شي مضايقات حتى من الاصدقاء ديالهم بحجه ان ديك الاوديوات اللي تسربوا لهم هما كيسعوا الناس عافاك خالتي حتى ولات حاليا دابا ولات هذه يعني واحد الاسطوانه اللي كنسمعوها كتردد في بزاف ديال الحويجات، هاد اخالتي عافاك خالتي الله يجزيك خالتي. هادو شكون السبب في هاد النشر هاد الاسطوانه هادي؟ هما هاد الكوبل هادو، هما اللي شهروا هاد المصطلح ديال عافاك خالتي، كلوه اخالتي، 2000 درهم اخالتي. مع العلم انا ولينا كنسمعوا 2000 درهم بزاف، ما عرفتش انا شنو المغزى في 2000 درهم. ماشي انسان مثال تيبيع كرامته ب 2000 درهم، علاش؟ واش 2000 درهم شي رقم كبير؟ انا والله ما عارف، انا كتبان لي 2000 درهم والو، ماشي شي حاجه. 2000 درهم راه حتى شي حاجه. من الانسان غادي يبيع كرامته يطلب غير الثمن فيها، بعدا طلبوا الثمن اصاحبي، راه كرامه، هذه الكرامه راه لا تقدر باي ثمن. طلبوا الثمن الله يرضي عليكم، طلبوا الثمن وغليوها مزيان. والله الا كثرت الهم تضحك.
كثرة الهم تضحك. إذا فعلها تحفة وبالطريقة الصحيحة. وربما غادي نسمعوا شي حاجة اللي هي خطيرة جدا، وربما ما تصدمكمش، لأن بحال هادشي هذا كان منتظر. بالأخص أنا نهار اللي سمعت أن مثال طالع مع وحدة اللي جدليل كيوجه كلام لامرأة مغربية لا علاقة لها بالسوشيال ميديا، وتيقول لها حدي معايا المكان والزمان وتلاقي معايا ونوريك شنو انا، ورا نخليك تقطعي الباسبور وتنسي راجلك وكذا، راه انا هذا الكلام هذا وكيتقال على مباشر، من واحد يدعي على انه حقوقي، يعني لديه صفة قانونيه ويقول بحال هادشي هذا. صراحه هذا خصو يتم يعني مثل الاعتقال ديالو، ويتم التصرف معه بطريقه قانونيه. مادام انت رجل قانوني فخص يتم التصرف معك بصفه قانونيه من الاخر.